رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى المبعوث رحمة للعالمين في كل مكان. أيها الإخوة في الله، أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، نحييكم تحية من الله طيبة مباركة، ونحن معكم في هذا الجو الإيماني المفعم بالخشوع والسكينة والإيمان، قبيل أذان المغرب لهذا اليوم الرابع من شهر رمضان لعام 1435 للهجرة النبوية المباركة، لنعيش معكم أيها الإخوة في الله لحظات توديع يوم من أيام الشهر المبارك الكريم عبر شاشات قنوات التلفزيون السعودي والقنوات المشاركة معنا في هذا النقل المباشر من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من أمام الكعبة المشرفة الغراء. يوم من أيام الشهر الفضيل في رمقه الأخير، يكاد يلفظ أنفاسه بمغيب شمسه، مودعا وراحلا كورقة تسقط من شجرة. واليوم الذي يرحل لا يعود، ولا ندري من منا يعود إلى مثله أو لا يعود، ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وأنتم إليه أعواما وأزمنة عديدة، ونحن جميعا وأنتم نرفل في ثياب الأمن والصحة والسلامة. فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله، غسل الله قلوبكم بماء اليقين، وطهر أرواحكم بروحانية الشهر المبارك الفضيل وروحه وريحانه. نحن معكم أيها الإخوة في الله، ومع هذه الجموع من الألوف المؤلفة في رحاب الكعبة المشرفة الغراء، ممن ينتظرون ويأتون إلى هذا المكان ليشهدوا صلاة المغرب لهذا اليوم، ومع هذه الجموع من الطائفين والتالين، وهذه الأصوات المتمازجة بالخشوع والسكينة. ولعلنا أيها الإخوة في الله ونحن لازلنا نشتم عبق الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ورحيق التهاني بحلوله لا زال يتطاير نوارس بيضاء، ويتصاعد عبيرا وثيرا فارها اللون والروح والرائحة، منتشرا بين أبناء الأمة المحمدية. لعلنا نتذكر ملء الروح من لم يدركوا معنا نعمة هذه الأيام، وقد اختارهم القدر وغيبهم الموت، وانتقلوا إلى جوار ربهم آمنين عابدين موحدين صائمين ومصلين حامدين وشاكرين ومستغفرين. أولئك الذين رحلوا عن دنيانا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا،
وأزواج وزوجات وأقارب لنا وأصدقاء وصحاب وأحباب كانوا بيننا، عاشوا معنا وسكنوا في قلوبنا وعشنا في عيونهم، نثروا عطر حضورهم ومحبتهم في كل الأماكن حولنا، وقاسمونا لسنوات طويلة فرحة استقبال الشهر الكريم، وقد كنا نهنئ أنفسنا بعودته إلينا وهم بيننا ونحن معهم، وألفنا حلاوة قدومه في أحضانهم. ثم رحلوا عنا بلا سابق موعد، رحلوا بلا لقاء مع هذا الحبيب، غادروا الأهل والأحباب وانقطعت بهم الأسباب والتحفوا التراب، رحلوا وما زال عبقهم كالمسك عالقا بثيابنا، وملامحهم معلقة بين أهدابنا، وذكرياتهم أنوارا على واجهات أبوابنا وكل زاوية من زوايا المكان الذي جمعنا بهم. رحلوا ولم يبق إلا ذكراهم متجذرة في سويداء القلوب، متشجرة في بيداء العيون. رحلوا ومآثرهم تغوص في أعماق نفوسنا يوما بعد الآخر. رحلوا فلم يعد يربطنا بهم إلا حبل الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والأعمال الصالحة. فاللهم افتح على قبور موتانا نافذة من نسائم عفوك ورحمتك لا تغلق أبدا. اللهم ارحم من اشتاقت لهم أرواحنا وهم تحت التراب. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أوحيت به رسلك أن تنزل على قبورهم الرحمات والبركات والنور والفسحة والسرور، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمطر على قبورهم من سحائب رحمتك، واجبر اللهم كسر قلوبنا على فراقهم، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي ما أحكمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحكمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لحظات إيمانية أيها الإخوة في الله يعيشها المسلمون هنا، ولحظات يبتهل فيها المسلمون إلى خالقهم وبارئهم قبيل أذان المغرب في هذه البلاد المباركة. هذه البلاد التي باركها الخالق عز وجل وجعلها أرضا مباركة مقدسة فيها كعبة الله، أول بيت وضع لعبادة الله على الأرض. أيها الأخوة في الله، لحظات وينادى لصلاة المغرب لهذا اليوم من رحاب بيت الله العتيق في مكة المكرمة، ويرفع الأذان بعد لحظات إن شاء الله المؤذن في المسجد الحرام نايف بن صالح فيدة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وهكذا أيها الأخوة في الله رفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب لهذا اليوم 4 من شهر رمضان، منطلقا من أحب البقاع إلى كل الأصقاع، وبذلك نكون قد ودعنا يوما من أيام الشهر المبارك الفضيل وقبسا من ضيائه وأنواره. ولا زلنا معكم ومع هذه الجموع أيها الأخوة في الله في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة ريثما تقام الصلاة. هذه الوجوه والقسمات والابتسامات، هذه الأرواح والأنفس والخلجات، هذه الملامح والأفئدة والقلوب والعيون والجوارح، هذه الجموع والدموع، هذه الألوان المختلفة والأطياف المؤتلفة،
تلتقي هنا في رحاب الكعبة المشرفة الغراء لتنعم بقداسة هذا المكان وروحانية الزمان، وتعيش الأجواء الرمضانية الإيمانية المباركة مع هذه الجموع من الألوف المؤلفة المتظللة بسحابات العدل والمساواة والحق والخير في دين العدل والمساواة والحق والخير. لا فرق هنا أيها الإخوة في الله بين صغير أو كبير، لا فرق بين عربي أو أعجمي، لا فرق بين غني أو فقير، إلا بالتقوى، فهم سواسية عند ربهم كأسنان المشط المحكم. تلتقي هذه الجموع هنا على هذا الصعيد المبارك، على هذه الأرض التي تتعطر بتسابيحهم وبأرواحهم ودعواتهم ليتركوا أثرا عاطرا على ثراها، ويلتقط أثرا كان قد تركه من مر من هنا ممن سبقهم من الأنبياء والصالحين وعباد الرحمن من المسلمين أجمعين. هذه الأرض المقدسة التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بالقدوم إليها في حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، لكأن هذه الأرض قطعة من السماء متصلة بها، تكاد تسمع وقع خطواتهم على صعيد محفوف بالملائك، وهو يضوح بشاشة وأنوارا في وجه زائريه وقاصديه، أرواح بيضاء وأبصار شاخصة إلى ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. غريبة هي إلا من خالقها، وحيدة إلا من مؤانس وحشتها، فقيرة إلا من رازقها، ضعيفة إلا من محييها وباعثها وحاميها. تتلاقى هنا على صعيد هذه الأرض التي تضوح بنور الإيمان وتفوح بعطر التراتيل والتسابيح، لتتمازج مع مسك هذه الأرض المباركة الطيبة، لتتمازج مع عطر هذه الأرض الطاهرة، وهي تغتسل بدموع الذل والانكسار بين يدي خالقها ورازقها. تلهج ألسنتهم بالدعوات وقلوبهم بالحمد وجوارحهم بالشكر والثناء العاطر لفاطر الأرض والسماوات، ولسان كل واحد منهم يقول: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأنت ربي إليك يفر منك المستجير. هؤلاء عبيدك يا الله، بنو عبيدك، جاءوا إليك خاضعين خاشعين، تكاد تضيء أرواحهم بنور التقى والإيمان، ليشهدوا يوما من أيام الشهر المبارك الفضيل مع جموع الصائمين المصلين المنيبين لجنابك، حامدين وشاكرين مهللين ومكبرين. الآن أيها الأخوة قاموا الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا
استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. الله
الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة في الله أينما كنتم في كل مكان قضيت شعائر صلاة المغرب لهذا اليوم، نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر شاشات قنوات التلفزيون السعودي والقنوات الفضائية والإذاعية المشاركة معنا في هذا النقل. نسأل الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه وتقدست صفاته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب الدعاء. وبهذا أيها الأخوة في الله نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا النقل الحي المباشر الذي كنا معكم من خلاله في هذه الأجواء الروحانية والإيمانية الرمضانية في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وفي ختامه أنقل لكم تحايا كافة الزملاء الذين كانوا معكم، وهذا محدثكم من أمام الكعبة المشرفة الغراء سعد زهير الشمراني يودعكم ويسأل الله سترا وعفوا وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.